منتصر اللي كان طالع مع كريم السيد يا جماعة سد ديونه ورجع لكل اللي ليه فلوس عنده فلوسه، ورجع لبلده اللي كان سايبها بقاله 7 سنين بسبب القمار. واسمع شكرا الفيديو. لكرم واخلاق المصريين اللي فكوا دين منتصر من غير ما يطلب جنيه. كل واحد اخد فلوسه. احنا جينا اسوان عشان نفك دين منتصر. الحمد لله والله. بعد الفيديو اللي عملناه مع منتصر من اسبوع الناس تعاطفت معاه وقرروا ان هم يدعموه. ما كنتش مستحمل والله ما كنت مستحمل. هنا البيت كان اكتر بيت فيه تكاتف وترابط بعد موضوع منتصر، احنا نعتبر دمار. ويفكوه من الدين اللي عليه. وانا عرفت الدنيا كلها ان انا هسد الفلوس. منتصر من زمان وهو كاتب في ورقه اسم كل واحد والشخص ده له كام. دي اسامي الناس وكل واحد بالمبلغ اللي 700,000 جنيه. اخوات منتصر بالتنسيق مع عمدة البلد قرروا ان هم يجمعوا الديانة ويقعدوا قاعدة النهاردة عشان يسدوا دينه. وكل ابن آدم خطأ، كل منا يؤخذ منه ويرد، كل واحد فينا ممكن يخطأ. نسأل الله عز وجل أن يتم هذا المجلس، نضع الأمر إن شاء الله للعمدة. عارف الباش هياخد فلوسه كله، هاتوا له صلاح. هذا 20 40 60. سامحني هذا حبيبي والله من الاول مسامح. منتصر بعد الفيديو ده قدر انه يرجع بلده بعد ما كان هربان بقاله 7 سنين. نورت الدنيا. الحمد لله والله عدت على خير الحمد لله. انا جيت يا بلد. اعتقد منتصر لو كان لسه مدمن للقمار محدش كان هيدعمه. فانت لو مدمن خد القرار ان انت تبطل وهتلاقي الناس كلها بتدعمك. منتصر قدر يبطل ولقى ناس تدعمه. بطل انت كمان وهتلاقي ناس تدعمك على رأي كريم السيد. خد الخطوة. لو انت بتلعب قمار وقف دلوقتي حالا. وصل الفيديو ده لكل مكان، لايك وشير وكومنت وفول عشان الحساب جديد، واعمل كل حاجة عشان الفيديو يوصل لكل مكان، واللي ما يعرفش قصة منتصر يعرفها.